السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير على خير، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راني جبت لكم طاجين الزيتون. ما كاش اللي ما يعرفش طاجين الزيتون تاعنا، باللي مشهور جزائريا واغلبيه اصحاب الغرب ياكلوه بزاف. اليوم بلا ما نطول عليكم ان شاء الله راني جبت لكم هنا عندي صدر تاع دجاج، عندي شويه تاع الزيتون، زروديه كنت قطعتها من قبل، وزيتون اكيد غليته من قبل، وعندي زوج حبات تاع الطماطم والتوابل وزوج مغارف دهن، ونبداو على بركه الله. هنايا كنت جبت زوج مغارف تاع دهان تاع السمن تاع مدينه، خاطرش يعطي بنه ما شاء الله في المأكولات تاعنا، سيرتو في لي غاتو. وين درت زوج مغارف تاع الدهان، وهنايا جبت 3 سنينات تاع ثوم كبار وملاح، قطعتهم على زوج، وجبت الطماط تاعي وقطعتها وسكرفشتها قدامكم بالرابوز. وهنايا كنت حطيت الطاجين تاعي فوق النار، وكان ذاب الزيت تاعنا، وبدات تتقلى الطماطم تاعنا والثوم. جبت صدر تاع الدجاج حطيته من فوق، وضفت له الزيتون وزروديه. حطيت كلشي في الطاجين، خاطر الطاجين فيه لافابور، يعني كلشي غادي يطيب على ضربه. وجبت شويه تاع الملح درتها من فوق، وشويه تاع الحرور، وشويه تاع القرفه، ودرنا ثاني معها 3 مغارف تاع السكر صغيرين، 3 مغارف صغار، اذا حبيتي ديري مغرف كبيره تاع ماكله. وهنا بعد ما فات عليها 5 دقائق كانت طابعه داك الزروديه وداك الدجاج تاعنا غير في داك لاصوص تاع طوماطيس، غير حوالي 5 دقائق. رحت جبت انا شويه محامي، درت لها ملعقه تاع طماطم مصبره وخلطتها فيها، من بعد بديت نسقي من الفوق ونمرق. وهنايا كنت بلعت عليها وخليتها تتجمر على حالها، وتقلبين من داك لداك باش تشوفي لاصوص. اذا سيتوفي اذا درتيها في الطاجين لازم من داك لداك تقلبيها باش تشوفي اذا نشفت ولا لا، باش تزيدي لها داك غير شويه تاع الماء باش تقعد لك لاصوص. وهنايا بعد ما كملنا كنت زينتها بحبات بطاطا، كنت قليتهم درتهم دوائر كما راكي تشوفي، ودرتهم على شكل جد بسيط، تقدر اي وحده ديره ماش حاجه كبيره. وحطيته في هذا الطاجين تاعي وقدمته بهذه الطريقه، وان شاء الله يكون نال اعجابكم ونال رضاكم. شهيه طيبه ان شاء الله شهيتكم في الجنه. ما تنسوش ديروا لي اشتراك ولايك فضلا وليس امرا. سلام.